بون الفيديو هذا حبيت نديرو من مالبو في لابلاج تاع مالبو. كل عشيه بعد العصر نبقى نقرب للبلد نقعدو نشمو شويه تاع بلادنا. الله الله جنه، الجزائر جنه تونسيه صدقوني. المناظر الطبيعيه اللي عندنا في البلاد تاعنا والله ما تسعى في منطقه اخرى في العالم. تعدد المناخ، تعدد الطابع الجغرافي، انسي سوء. فقط حاجه واحده حاب نقولها للناس اللي يجوا صيفوا، انك كي تنوض خلي بلاصتك نظيفه. لي بلاج نلقى فيهم البارح قعدت بعد ما عمت قعدت نقي، نلقى دي ساشي تاع شيبس، نلقى زجاجه تاع شامبوان وامور اخرى لا داعي لذكرها. ناس كي تاكل تنوض من لي طابل كالكوزان، جو بارل دو كالكوزان، يخلي لا طابل تاعو مسخه كيما هكا. اخي انت خسرت الدراهم باش جيت لبلاد الناس هنا باش تصيف، او حتى اذا كنت من الساكنه الاصليه، لانه الانسان النظيف نظيف بارتو والانسان الموسخ موسخ بارتو. خلي بلاصتك نظيفه، ما تطيش اعقاب السجاير في لابلاج، ما تخليش الغدا تاعك كي تاكلو تخليه مرمي فوق الرمل والا فوق لا طابل اللي كليت فيها البارح. جي في اون فامي افيك لور بير اي سي زونفون اي تو، كلاو الدجاج كي كملوا خلاو العظام تاع الدجاج كيما راهي فوق لا طابل. علاه هذا مش بلادكم هذه؟ سي با اون بوبال. لانه ما تعولوش غير على الدوله باش تبني لكم وباش دير لكم وباش تنظف لكم. نظفوا نتوما. لا بروبرتي اي ليجيان سي اون كولتور دو سوسيتي. النظافه راهي ثقافه مجتمع. دونك اللي لحق له الميساج تاعي حاول يبلغ الميساج هذا تاعو ايضا. عندنا شوفوا غير اللي بان نعاود لكم. بلادنا زينه. البارح هبطت ما بين مالبو وما بين لا بلاج روج. سي دي فيل كوتيير لاصقين في البحر ديريكتومون، يطلوا على البحر. مناظر جميله اكثر من مذهله. بون يجيني واحد يقول لي مثلا لي توريست ما لي توريست. دونك حنا عشنا سنين حنا معولين على السياحه الداخليه. لي بلاج مهرودين بالشعب الحمد لله يا ربي. لي زوتيل كوت تاع لي فيل كوتيير اي سورتو لي ميزون كوتيير كلهم مكريين. جوان جويي اوت كلهم مكريين للمصطفين. دونك السياحه الداخليه مرفهه جدا. السياحه الخارجيه يحبوا يزوخوا بها البعض من برا. اولا تاسست بعد ضرب السياحه الداخليه في التسعينات والحرب الاهليه اللي نشفاو لها انسي سويت. اما السياحه الخارجيه اللي كانت في الجزائر في السبعينات والثمانينات والله العظيم ما تلحقها ني تونس ني المغرب. بون هذه واحده. الحاجه الثانيه، السياحه من شانها ان تخدم الاهالي المحليين، الاهالي المحليين خاصه، ولذلك نجدها تزدهر في كما في تونس وكما في المغرب. با بور لي بوزيو ليطا تاعهم دارهم بور لي بوزيو دو سيتويان اي تونيزيان اي ماروكان، نو بور كيل بويس سو سوبفونير ا سي بروبر بوزوان. باه المواطن يقدر يعيش ويدير الاحتياجات نتاعو من خلال السياحه لا غير. بمعنى انك تذلل كل الامور كي تجعلها مدينه سياحيه ياتيك فيها سواح من الخارج وتعيش بالدولار، وبالتالي تهني الدوله منك. L'État dans ces deux pays par exemple ne se prend pas en charge. وراكم شفتوا مثلا في تونس او في المغرب كانش حاجه اسمها دعم او سوسيال. وانا اثبت لكم عندي بعض البثوث روحوا شوفوها ثم بانه مؤشر الرفاه في الجزائر يتفوق على مؤشر الرفاه في المغرب 4 مرات. مؤشر الرفاه في الجزائر يتفوق على مؤشر الرفاه في المغرب 4 مرات. في المغرب الشعب متروك لحاله. المهم انك تدخل دراهم باش تعيش وقيني. جو تو بروب با اون شارج. تروح تبعث اختك تبعث امك تعطي حاجتك.
المهم تدخل الدراهم، تبيع الزطله تزرعها وتجنيها وتبيعها حاجتك، المهم تدخل الدراهم، تستقبل السواح وتتبنى ضمن المجتمع نتاعك الثقافه تاع المجتمع الغربي وتشطح كما هو وتعري كما هو وتوافق على البروتوكولات نتاع التعري نتاع المثليه وتاع كذا حاجتك، المهم هني جدي. فهمتني؟ شوفوا الحمامه تبارك الله هنا، راكم تشوفوا فيها ولا لا؟ هايدي هذا حمام البحر، حمام البحر. قلت لك الجزائر نو، ما تخليكش لحالك. هذا مش معناتها انه الانسان الجزائري فنيان او كذا، نو، سي ريتم دو في. ليطا كيفاش الدوله كيفاش دير لو بي بي تاعها، كل وحده وشأنها، كل وحده وطريقه الاعتياش تاعها، لكن كنت تشوف ما يترتب عنه تاع كيفاش تنحي الدوفيز للسائح باش تقدر تعيش. واحد السلوكيات كنت تشوفوهم يديروهم مع السياح باش يقدروا يعيشوا، يندى لها الجبين نتاع كيفاش تنحي المهم الدراهم باش تقدر تعيش باي طريقه، بالطريقه الكلبيه، بالطريقه نتاع التوطئه، السجود، الركوع، بوس اليد، بود الرجل، بوس واش حبلك، بوس حتى هذاك اللي ما يسماش. المهم تدخل دراهم باش تقدر تعيش، سينون تو مور. يبقى الان انه البنيه التحتيه تاع السياحه عندهم اللي هي بنيه داخله ضمن مشاريع الاستثمار الاجنبي اللي يستثمر في السياح الاجانب، دونك يجيه الالمان، يجيه الامريكان، يجيه كذا، واش يديروا الشركات العالميه خاصه الامريكيه منها والفرنسيه، يديروا دي كونترا مع لو هولدينغ رويال اللي تابع للوزير للملك، ويستثمروا هما في السياحه، يديروا لهم بنيه سياحيه تشابه البنيه السياحيه الاوروبيه، يعبد لهم الطريق، يوجد لهم المطار، المهم تو كونسوم دو لارجون. ومن بعد اون باراليل البنيه السياحيه هذيك كيفاش انا نوقفها بالسكان الاصليين لي زوتوكتون، كما المنظور تاع مرحله الاستعمار. يجي هذاك الساكن الاصلي يخدم عند رجل الاعمال اللي تابع لهولدينغ رويال كعبد لسونس بروبرتي، وبالتالي ينظر هذاك العياشي المسكين الى هذيك القاعده مسكينه وهذيك الباتيمون اللي معدوله كما كذا، اللي هي اصلا المدخول نتاعها تابع للهولدينغ رويال، اللي تقريبا ما يدفعش الا شكل رمزي او لا يدفع اطلاقا في كثير من الانشطه السياحيه هذو الى الخزينه تاع الدوله اللي هي تاع المملكه تاع دوله المغرب. وبالتالي يصرى نوع من التهرب الضريبي القانوني، فهمتني؟ الذي يشفع لأنه الملك يملك البلد، فهمتني؟ الملك يملك البلد، دونك